في كلمة كده معينة ما بسألش عليها، لكن ببقى مستنية العيان يجي يقولها في تاني زيارة، اللي هي بتبقى بعد أسبوعين أو بعد شهر. إيه هي الكلمة دي وبتفرحني ليه؟ يجي يقول لي أنا ما بقتش جعان زي الأول، أنا ما بقتش أفكر في الأكل والفود نويز زي الأول، أنا ما بقتش أكريف السكريات زي الأول. بالذات أو أكيد يعني لما ما كنش مدياه جليب 1 أنالوجز أو أدوية سد الشهية. ايه اللي اتغير؟ ايه اللي خلى انسان كانت حياته ملخبطه وطول النهار يصحى الصبح يقول هناكل ايه النهارده و فجاه ما يبقاش عنده هذا الشره للطعام؟ اللي حصل ان احنا لما عملنا النظام الغذائي الصح وحطينا فيه الياف معينه ووزعناه بطريقه معينه، خلال الفتره اللي هو اشتغل فيها دي غيرنا الميكروبيوم. ماذا يحدث عند تغيير الميكروبيوم؟ بنغير حاجة اسمها الجات برين اكسس. برضو يعني ايه؟ يعني الميكروبيوم ده الأقوام اللي عايشة جوانا دي في بينها وبين المخ ومراكز الشهية في المخ كلام. فهي لما بتتغير الوحشه بتموت، لان احنا مش بنديها اكلها اللي هو السكريات البسيطه والدهون المشبعه والجانك فود، والاموره بقى بنديها اكلها اللي هي الالياف تقريبا، السلطه والحاجات النباتات والبلانت بيس دايت والهول فود والحاجات دي والحبوب الكامله. ايه اللي بيحصل؟ بتكتر وبتطلع جات برين اكسس محترم، تقول للمخ احنا تمام، احنا مش عايزين غير الاكل اللي بيكبرنا. زي بالظبط كده لما يكون في عندنا مجموعتين والاقليه هي اللي صوتها ما بيمشيش. تخيل لما نخلي الحاجات الضاره اقليه صوتها ما بيتسمعش. الكلام ده انا كنت عارفاه من زمان، وعشان كده وانا بحط الاكل مثلا اما عيان يجي يقول لي خلاص انا بقيت بشبع مش محتاج السلطه. يا حبيبي انا مش بحط لك انت السلطه عشان تشبع، انا بحط السلطه ليهم هم عشان هم يشبعوا، وعشان لما يكلموا مخك يكلموه في كلام مؤدب، ما يقولوش افكار نوتي زي يلا نجيب كذا وكذا وكذا. الكلام ده مؤخرا اصبح حقيقه علميه لما بقى فصلوا بكتيريا معينه اسمها اكرينيسيوس. البكتيريا دي لقوها بتطلع بروتين اسمه بي 9، والبي 9 ده بيطلع جليب 1 بالظبط زي الجليب 1. هو الماده الفعاله اللي بناخدها في الساكسندا والاوزمبيك والمونجارو والويجوفي والزيباوند وكل الكلام ده كله. الجليب 1 اللي هو ادويه التخسيس الشهيره اللي بتيجي اليومين دول، طلعت انه البكتيريا دي واتفصلت وبقت موجوده حاليا في مركبات وموجوده بره، وقريب ان شاء الله تبقى موجوده او تتركب هنا. بتبقى عباره عن بكتيريا عظيمه، لما بتزيد بتطلع البروتين ده وبتسد الشهيه. لغايه بقى ما نجيب البكتيريا دي هنعمل احنا ايه؟ هنحسن الميكروبيوم بتاع امعائنا عن طريق انه الجود جايز البكتيريا الحلوه تزيد والباد جايز تقل. بس كده. فهنسمع الكلام ونمشي زي ما احنا كاتبين في النظام، بالفكر اللي هو انا باكل علشان احسن الجات هيلث بتاعتي، مش باكل عشان اشبع، لانه كالوري ان كالوري اوت خلصت من زمان. ويعطيكم العافيه.